بنحط سمنه بلدي وبنحط سكر وبنحط مكسرات وبنحط زبيب. بس بصراحه كان طعمها تحفه جدا. جميله نفس المكونات دي برضو، بس ديت الحشو مختلف او بس هي نفس العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحه واحسن حال ان شاء الله. النهارده انا هعمل معاكم فيديو مختلف خالص عن كل الفيديوهات اللي فاتت. اول مره اظهر لكم بوشي، وانا هنا النهارده في راس البر، والنهارده ان شاء الله اول يوم في رجب. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير. انا هنا في مطعم اخوان فتوح. يعني صراحه انا لما دقت هنا الفطير قلت لازم اسجل، وعشان حبايب قلبي ما يجوا هنا لازم يجوا هنا، لان بصراحه الخدمه هنا جميله جدا والطعم تحفه. وناخد بقى سر من اسرار الفطير بقى مع حضرتك. معانا مين حضرتك؟ محمد السعيد. يا اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. الفطير بقى طري كده وحلو، ايه الاسرار اللي عندك عايزين نعرفها؟ في كريمه ومكسرات وفي عجوه وفي كنافه وفي بسطرمه وفي لحمه وفي سجق. طب هي العجينه عباره عن ميه ودي بس ولا في اضافات؟ ميه وملح وزيت. وبتريحها مثلا فتره او كده؟ لازم تفتح العجينه. قد ايه حضرتك؟ يعني زي نص ساعه كده. نص ساعه. طب والنار مثلا وضعها ايه؟ النار تكون حاميه شويه برضه. طب لو انا مثلا عندي بوتاجاز اللي هو العادي، اللي هحطها في النص ولا تحت على سخن الفرن وسوي احسن. طب درجه حراره مثلا قد ايه؟ عاليه؟ درجه حراره 70 80 كده. 70 80 واط. الفرن العادي، البوتاجاز العادي اللي الفرس 70 80 قليل قوي ولا ايه؟ لا هي معقوله عشان خاطر ما تتحرقش وتستوي الفطيره. بالنسبه لقفرين البيت، انا كست بيت مثلا درجه الحراره ايه؟ واحطها تحت ولا فوق؟ لا حطها في النص احسن. في النص. سخن الفرن وسوي الفطيره عادي. طب بالنسبه اللي هو ده مهلبيه. ده مهلبيه عاديه. عليها سكر ولا ساده؟ لا ساده، تاخد عسل من فوق عشان ما تجزعش مع بس انا دقتها انتوا حاطين سمنه بلدي صح؟ بنحط سمنه بلدي وبنحط سكر وبنحط مكسرات وبنحط زبيب. بس بصراحه كان طعمها تحفه جدا. ربنا يجعله بالهنا فعلا. الله يخليك. بتريحها قد ايه قلت لي؟ نص ساعه. نص ساعه. وافرد عادي؟ وافرد عادي، وهو زي ما احنا بنشتغل كده. ايوه. طب بالنسبه للبيتزا؟ بيتزا في لحمه وبسطرمه وسجق. العجينه بقى ذات نفسها. بيتزا بتاخد خميره وبتاخد سكر وبتاخد دقيق نجوم مخصوص. 5 نجوم؟ ايوه. والفانيليا مستورده. وبتاخد زيت زيتون. وبتاخد طب انا مثلا لو هعمل نص كيلو دقيق احط عليه ايه؟ عينات. قليله من كل اللي بقول لك عليه ده حاجات بسيطه يعني؟ حاجات بسيطه جدا. طب ودرجه الحراره؟ 300 250 عاليه يعني. في الرف اللي في النص؟ بس بصراحه هنا يعني الحاجات جميله جدا. البيتزا تحفه والفطير عالي جدا والله. شرفتونا يا باشا. الله يخليك. انت معاك قناه يوميات نوجه على اليوتيوب. طب انت حضرتك بتتابع مين من الشيفات ولا ما بتدخلش قنوات؟ لا ما بدخلش. طب الخبره دي جات لك منين؟ متعلم هنا بقالي 22 سنه. ما شاء الله. ده فطيرتي بقى حضرتك. مكسرات. بس جميله نفس المكونات دي برضو، بس ديت الحشو مختلف او ده الحشو اللي هو المكسرات من فوق مختلف، بس هي نفس العجينه نفس التسويه. عشان تعرفوا قد ايه بحبكم، بس بصراحه قلت ما اضيعش الفرصه دي عليكم. انتوا عارفين ظروفي ان انا على كرسي وكده، بس ممكن وانا ماشيه بالمشايه. دعواتكم ليا وبحبكم في الله، وتحياتي ليكم ومع الف سلامه.